السلام عليكم، وسعد الله مساكم بكل خير. اخوكم ابو سعود اليامي. يسعدني اليوم اقدم لكم درس ومعلومه وفائده لكل ملاك وعشاق الجي بي اف جي كروزر. الكل يعاني من الصوت المزعج بعد تغيير قزاز الوكاله. طبعا الصوت يظهر بعد ما تمشي على ال 140 الى 160 اللي هو صوت القزاز، وهذا مثال للصوت. من 140 امشي بدا الصوت الان يطلع، تلاحظون الكل يعاني من المشكله هذه، خاصه زي ما ذكرت لكم بعد تغيير قزاز الوكاله. يعني هذا هو الحل. التيب هذا او اللزقه الاغلب يسميها لزقه ساهر، نحتاج منها 6 قطع بهالمقاس، 6 قطع. والان راح اوريكم المكان اللي نحطها فيه عشان يختفي الصوت. طبعا راح نحط ال6 اللزقات اللي حطيناها بالشكل هذا، فيه القطع البلاستيك هذه تدخل الهواء مع المنطقه هذه. 6 قطع حطيناها. الان راح نوريكم تصوير بعد ما حطينا اللزقات هذه مكانها. الان التطبيق بعد ما حطينا اللزقات، ما شاء الله امشي 160 الصوت مره مختفي، ما شاء الله تبارك الله، اختفى الصوت تماما. انا امشي على 180 برضه نفس الشيء، الصوت مختفي. حتى على مشية ال 200 عندنا عداد مفصول، ما شاء الله تبارك الله، الصوت مره مختفي. اتمنى ان يعجبكم العمل اللي سويته، واتمنى منكم الاشتراك في